مسح الصوره اللي بتصور مع الكابتن الخطيب، ورجع تاني يتصور مع الكابتن الخطيب بدون ان هو يعمل اي اشاره، وتصور معاه واحتفظ بالصوره. هنا السؤال، خدوا بالكم يا جماعه، كمان النهارده في الماتش يمكن ما حدش يعرف الموضوع ده. النهارده في الماتش كان برضو في يافطه كبيره جدا من بعض الجماهير المغاربه اللي قالوا برضو ان احنا مع رابعه ومع الشهداء رابعه. يمكن كانت موجوده في المباراه. وبعض برضو المغاربه استقبلوا النادي الاهلي بصور رابعه. كلنا مغاربه، كلنا رابعه. معلش مع احترامي، انا اسف يعني. هو الناس في المغرب يعني ليهم علاقه بالموضوع قوي كده ليه؟ يعني دي امور سياسيه داخليه داخل البلد. يعني اكيد الناس بتحزن، مثلا ممكن بتحزن ناس ماتت في رابعه فالناس حزينه، وجنود ماتوا في رفح فالناس حزينه، وناس من الشرطه ماتوا فالناس حزينه. كل الناس بتحزن وبتتضايق على موت اي نفس بشريه. ولكن فكره ان انا اكون مع فصيل ضد فصيل وانا مش بلدي اساسا، فدي برضو حاجه غريبه. يعني حاجه غريبه ان استقبال في المطار كده، ان في الماتش كده، ان الصوره مع ابو تريكه كده. ده شيء كانه مرتب، يعني شيء مش عفوي. واليافطه دي دخلت الملعب، جوه الملعب، يعني برضو شيء. وفي ناس لابسه تيشيرتات رابعه ولا يعني برضو فوق كلنا كده هي شايفه تيشيرتات رابعه. يعني برضو ما اعرفش هل ده شيء مرتب ولا شيء عفوي، يعني الناس عاملاه عفويا، الله اعلم. على العموم كابتن حسن حمدي كلم خالد مرتجي وكلم محمد يوسف، وعايز يعرف ايه حكايه صوره محمد ابو تريكه دي. ايه الصوره محمد ابو تريكه دي،